اليوم حضرت لكم واحد طاجين بسيط وبنين بزاف. عناق ديال الدجاج بالبصله. غادي ندير البصله في الطاجين كيف ما كتشوفوا في الفيديو. انا قطعت على هذا الشكل هذا. التوابل غندير الملحه، البزار، السكنجبير، الخرقوم، الزيت النباتيه، غنضيف العناق اللي غسلتهم مزيان مزيان. دابا غادي نقليهم مزيان مع البصله مع التوابل باش كتدخل التوابل العنيقات. غنضيف واحد 2-3 دوسه ديال الثومه، نحكم بهذا الشكل هذا. غنضيف واحد زلافه ديال الماء وغنصدر الطاجين غير باش العنيقات يدخلوا شويه الطياب. غنضيف الربيع، كزبر معدنوس اللي غسلته مزيان وقطعته. غنبدا ننزل البصله على هذا الشكل هذا حتى نغطي كاع العنيقات. غنسد الطاجين وغنخلي ديك العناق يطيبوا على المهل والبصله باش كتطلق داك الماء والمذاق ديالها. وغنضيف واحد عويد ديال قرفه عواد وغنسدو عليه ونخليه ونضيف شويه ديال الربيع من الفوق كما كتشوفوا زين. ونخليو داك القرفه تطلق النكهه ديالها مع البصله، كتجي هائله في البصله. وفي الاخير غنضيف واحد الخويط ديال زيت العود. انا ديما كنخليه حتى الاخر كيف ما كتشوفوا ونعاود نسد عليه. بقوا معايا حتى الاخير. وصلنا في نهايه الفيديو. هذا هو الشكل الاخير ديال البصله. شوفوا كيفاش طاحت وتجي مسله، طلع منها واحد الريحه ما شهيتكم. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه البسيطه، وما تنسونيش من لايكات والاشتراكات والتعاليق ديالكم تيحفزوني. بالنسبه للناس اللي دخلوا عندي جداد كنتمنى يشاركوا القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد، وتشاركوا القناه مع حبابكم ونتعاونوا في الوصفات اللي عندها شي وصفه تحط لينا ونجربوها. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.